السلام عليكم. النهارده هنعمل الكبده البقري في البيت بطريقه جامده جدا. شايفين طبعا الجمال والطعامه دي. طبعا دوت بطريقه بسيطه جدا وفي دقايق هتكوني حضرتيها. هتجيبي الكبده البقري تكون طازه، تحطيها نص ساعه في الفريزر تجمد شويه عشان تقطعيها وما تتهرسش معاكي وتبقى القطعه بقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. يفضل الكبده تكون طازه ما تكونش مجمده، لان كل ما بتكون مجمده في الفريزر وعدى عليها كذا يوم حتى مش شهر ولا شهرين هتلاقي طعمها غير معاكي. هتقطع مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما اقطع هروح طبعا اهرس فصين توم. هرس فصين توم وهنزلهم على الكبدة. بتدي التوم الني على الكبدة بيدي ريحة جميلة جدا. هتقلبيهم كده وتعصري عصرة ليمونة عشان لو اي زفارة ولا اي حاجة. طبعا انا بغسلش الكبدة خالص، الكبدة دي احنا دبحين، يعني احنا دابحين الذبيحة في البيت ومش مشتريها من بره، يعني انا ضامنه نظافتها 100%. تمام. وبعد كده بسيبها طبعا تشرب من الثوم والليمون. هكون هنا حطيت طاسه على النار، هسخنها جدا جدا وهنزل بالماده الدهنيه. حابه تعملي بسمنه براحتك، حابه تعملي بزيت زي ما يريحك. تمام. ما اهم حاجه بس تكون الطاسه سخنه جدا عشان ما تنزلش ميه معاكي الكبده وتعمل زفاره جامده. تمام. هفضل طبعا اقلب فيها لحد ما يغير اللون بتاعها. طبعا الكبده بتاعتي طازه ومش هتنزل ميه خالص لحد ما اخلص وهوريكم بعد ما تغير اللون ان هي منزليه سواء النهائي زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلاص كده شوحتها هجيب طبعا انا فرمت بصلايه في الكبه. عايزه تقطعيها جوانح براحتك، عايزه تقطعيها تقطيع صغير برضو اللي انت بتحبيه، بس انا بحبها كده عشان ما تكونش باينه في الكبده. هسيبها برضو تتدبل. اول ما تتدبل معايا البصله كده تدبل بسيط هنزل طبعا برضو فرمه طماطميه واحده بس في الكبه وهقلبها. وبعد ما اقلب كده هغطي عليها لحد ما تسبك معايا والطماطم طبعا تكون بالشكل ده. هكون ملحت هنا فلفل اسود وكمون وحطيت الملح وقطعت فلفل حامي وبارد. طبعا زي ما بتحبيه حامي بس او بارد بس او الاتنين مع بعض زي ما انا بعمل كده هتعمليها. انا من الناس اللي بحب الفلفل اول ما بحطه كده بطفي عليه، ما بحبوش يستوي في الكبده. يعني بحبه لما اكل في السندوتش ولا حاجه يكون يقرمش معايا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. طبعا انت لو حابه ان هو يستوي سيبيه دقيقتين بس انا بحبه كده. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو. رب يكون الفيديو عجبكم واستنوا فيديوهات كتير.